السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة من الله عز وجل. صباح الفل يا ابو حنين. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل يا دكتور. ازي حضرتك يا دكتور؟ طبعا لما الفيديو ده يترفع تكون حضرتك بقى ايه باذن الله وصل. احنا موجودين النهارده طبعا، والدنيا زي ما انتم شايفين كده الدنيا بتشتي امطار خير باذن الله على مطروح، اللهم صيبا نافعا. ما شاء الله تبارك الله. مطروح جميله في الشتاء وفي الصيف وفي كل اوقاتها بصراحه. يعني حبينا نديكم كده جوله كده، والدنيا كانت لسه حاليا بتشتي ولسه موقفه حالا، فقلنا بقى ايه نديكم جوله جميله على الكورنيش. احنا دلوقتي في علم الروم وطالعين من شارع فتحي الغطاس، الشارع طبعا اللي انا ساكن فيه انا وعم فتحي الغطاس، وطالعين على البحر. هنديكم جوله باذن الله جميله ما شاء الله. ما بين البحر حوالي 300 متر او 350 متر بالكتير ان شاء الله. هي حوالي ايه 7 ميل في الشارع كله يعني 7 نمر المسافه. وهم ايه المسافه ما شاء الله. اهي زي ما انتم شايفينها كده، مسافه صغيره كده ايه جميله. البحر اهو يعني طلعنا المطلع ننزل المنزل على طول. البحر اهو شاطئ باب البحر ان شاء الله لا قوه الا بالله. البحر اهو يا جماعه. البحر ما شاء الله تبارك الله، يعني حاجه جميله يعني. لا حلاوه البحر لما يبقى في قلب المطر كده واحنا بقى ايه لابسين نص كم، ويعني انت تعرفش الفيديو ده متصور في امتى؟ يعني امتى الفيديو ده؟ يعني ازاي بتشتي وازاي انتوا كده؟ انا عايز اقول ان اساسا ان هي بتشتي والبحر يعني روعه والجو جميل يعني سبحان الله. وحلاوه بقى ما تروح بقى تشتي وفي الاخر تلاقي ساعه زمن الشمس تطلع خلاص تلاقي الدنيا بس قول لهم بقى اللي يزعلهم، قول لهم شوف البحر عامل ازاي. بص البحر هادي. قول لهم اللي يزعلهم البحر حصيره ما حصلش في الصيف كده. ده اللي يزعلكم بقى، ده اللي يزعلكم. السلام عليكم. بص يعني الجوله الجميله دي، بص المطره، بص الميه دي مطر اهو، مطر ده بعد المطر مباشره. تخيل البحر عامل ازاي كده، تخيل البحر عامل ازاي. طبعا البحر زي ما انتم شايفين كده. هو غير بكسيرت ليه؟ لا شغال ماشي ولا انا اللي بكسيرت؟ بصوا يا جماعه البحر يعني هدوء شديد الساكت، هدوء شديد الساكت، حاجه كده ايه شغل بعض المطر مختلفه كليا ما شاء الله. خد يا صاحبي ما شاء الله تبارك الله. طبعا عايز اقول ان ساعه زمن، بس ساعه زمن تلاقي الدنيا دي كلها نشفت وما بقاش في اي نقطه في الشارع، ولا كأنك يا ابو زيد ما غزيت. مقليت. ايوه سبحان الله. عايزين بقى ايه نمتعكم معانا كده بالجوله الجميله دي. احنا بصراحه احنا مستمتعين، احنا بنحب نيجي هنا نقعد في الشتاء يعني اكتر من الصيف. طبعا مفيش احلى من الهدوء ومن احلى من الجمال ده كله يعني. بصوا يا جماعه، بصوا طبعا العماير اللي انتوا بتحبوها وبتيجوا تقعدوا فيها، اذا كان دومه ولا تسنيم ولا ابو الدهب ولا غنيمه، ان شاء الله الدنيا هاديه ما شاء الله تبارك الله. احنا امبارح كنا في الميه وما شاء الله يعني كان جو تحفه، ما كانش فيه اي بشائر ان ممكن تمطر يعني. اصلا واحنا جايين في الطريق مطرت. واحنا جايين في الطريق جت في الأبيض غيمت. بس نزلت الميه برضه. يا جماعه مطروح في الشتاء اللي ما جاش في الشتاء يعتبر ما استمتعش بجمال مطروح الحقيقي. ده حقيقه. الجمال في ايه؟ ده حقيقه. الجمال في الهدوء، الجمال في يعني الجو الشتاء دون ومع البحر كده. نظافه الهواء حاجه ما فيش بقى بني ادم، ما فيش بني ادم. انا عن نفسي احب اجي هنا يعني كي انعزل عن العالم. احب ان انا اعيش انا والبحر وبس، وفيديوهات بقى نقعد نصور. طبعا انا كل واحد وليه يعني كيف كده ومزاج. بقول لك ايه يا توحى، انا مزاجي في التصوير. انا عايز اسالك سؤال على عام كده قدام الناس. قبل ما تعمل القناه وتبقى هدفك تصوير الفيديوهات للقناه وتنقل لهم الجمال ده، كنت تستمتع بالبحر اكتر ولا دلوقتي تستمتع اكتر؟ انا سؤال في الصميم اهو، وانا من غير ما تعرف. انا اصلا ليه هدف من ورا السؤال، بس جاوب. الاستمتاع بالتصوير انا بالنسبه لي عشان انا هواة التصوير، فانا ببقى مستمتع استمتاعين، استمتاع بالبحر واستمتاع بالتصوير. برضه السؤال ما فهمتوش. اما الاول انا كنت بستمتع بالبحر بس، فيعني ايه
بتبقى قاعده كده جميله كده عميقه، نظرك رايح في البحر، فالاستمتاع طبعا بيبقى جامد يعني. لكن دلوقتي بعد القناه الاستمتاع قل، عشان خاطر انت بتحاول تخلي الناس تستمتع معاك وانت ما بتستمتعش، وانت بتنقل الصوره انت يعني فاهم. بصراحه هو ده اللي عايز اقوله. بصوا يا جماعه، اما كنت هدفي او انا حاليا لما بطلع فيديو استمتاع لنفسي بستمتع بجد، لكن لما بطلع عشان اصور فيديو ببقى هدفي نقل الفيديو لكم. في الحاله ديت انا ما بشوفش متعه، انا بتشوفها من خلال الكاميرا زيهم، لا بقى من خلال الكومنتات. لما هم يعلقوا في الكومنت ويحطوا ده بقى التعويض. ايوه، لا متعتي هنا احسن. وصلت ان انت نقلت الصوره يعني. من الاخر بقول لكم يا جماعه اعملوا كومنتات، علقوا، حطوا لايك يعني. شفت انا بقى دي طريقه ثانيه بدل ما ايه، ما تنسوش اللايك والشير. ايوه بس هم اما تقول لا ما شاء الله يعني في ناس مش عارف المجهود اللي انت عملته عشان تطلع الشكل ده. لا بصراحه يعني في يا جدعان مجهود ورا الكاميرا، عايز اقول لكم والله قسما بالله صبح وليل يعني. سأل ابو حنين كده يعني، ابو حنين مجهود صبح وليل عشان نطلع فيديو جميل، فيديو يمتعكم، فيديو يعني يسعدكم. احنا الهدف من الموضوع كله ان هو اسعادكم بالايه، بالشيء الحلو الجميل اللي يمتع حقيقي يعني. وطبعا في فيديوهات وصف وفي فيديوهات جميله كتير، في فيديوهات وصف. طبعا انا عايز اوري لكم منظر بديع. المنظر البديع ده رواد الشتاء بقى، سياحه الشتاء دي السياحه بتاعت الشتاء، السياحه الداخليه بتاعت الشتاء ايه ظهرت يعني. زي ما انتم شايفين مره في الطريق ما شاء الله. طبعا بلدهم دلوقتي يعني، هم ما كانوش بيطلعوا ايام المصيفين كتير يعني ايه دي سياحه الشتاء بتاعتنا. السياحه الداخليه اثناء الشتاء من دي واشكالها. لا والكلب ماشي معاهم وعامل نفسه ان هو يعني معزه. الكلب ده يا جماعه عامل نفسه معزه. ما شاء الله بيشتغلنا. يعني وانت بتجيب عشان تذبح، خد بالك ركز. ايوه ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ده كده عاش في دور معزه. المشكله ممكن يقلب يعني بعد كده يقلب يقول ماء. كلب المعمس. كلب المعمس ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. اجواء تحفه واجواء رائعه. طبعا المينا يا جماعه من هنا البن ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يعني مطر، شايفين يا جماعه جمال كله والله. برضه هنقولها للمره الاخيره، اللي ما جاش في الشتاء ما جاش استمتاع بمطروح. صحيح. حقيقي صحيح. واحنا بصراحه بنحب الشتاء اكتر من الصيف هنا للجمال كله. اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، عشان نستمتع زي ما انتم بتستمتعوا. السلام عليكم. نشوف رايكم في الكومنتات. مع السلامه. ما شاء الله.